بسم الله عسلامة يا جماعة، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. رجعت لكم اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا كيك. نعرفوا توا رونتري وكل شيء، ماذا بينا نعملوا حويجة في الدار لصغيراتنا. حسيلو باش نعطيكم روسيت متاع كيك بثلاثة عظمات اكا هاو، تجيكم كيك ياسر خفيفة ياسر بنينة ياسر عالية كيف ما تشوفوا ما شاء الله. وباش نعطيكم الاسرار الكل باش تنجح لكم الكيك نتاعكم وتجيكم عاليه كيف ما تشوفوا، بنينه وهشوشه وخفيفه حاسين نودكم ولا نشهيكم. كانكم اول مره تزوروا القناه ماذا بيا تعملوا اشتراك ويلا نبداو مع بعضنا. لهنا خذيت 3 عظمات بحراره الغرفه، خذيت 150 جرام سكر حبيبات، باش نحط لهنا 2 ساشيات سكر فانيليا. حطيت 2 ساشيات سكر فانيليا باش تجيني هكا فاوحة شوية. كان عندكم زيت دو سيترون تنجموا تحطوا يفوح زيادة بالباهي بالباهي. وباش نبدأ نطلع فيهم بالباتور لين اللي يولي الخليط متاعي أبيض ويولي هكا كريمو. راهو باش يجيكم الكيك متاعكم خفيف يلزم تركضوا العظم بالباهي بالباهي مع السكر لين كيف ما حكيت لكم يبيض الخليط ويولي هكا كريمي. وقتها راهي تجيكم بعد خفيفة خفيفة على الاخر. كيف ما تشوفوا لهنا الخليط متاعي كيف ولا لونه ابيض وهكا كيما الكريم معناه. توا لهنا باش نقص في الباتور باش نحط في البريمير فيتاس، وباش نبدا نزيد في الزيت بشويه بشويه، على خاطر كان باش تبقوا معنا فيتاس قوي وتحطوا الزيت والحليب راهو باش يتيح لكم البريباراسيون هذه نتاعنا راهي تتيح. نحطه في البريمير فيتاس ونزيدوا الزيت بشويه بشويه. لهنا عندي 150 مليلتر زيت نباتي، انا لهنا حطيت زيت زيتونه، نجموا تحطوا زيت نباتي كيف ما تحبوا. فما اللي يحط زبده، كل واحد وشنيا يحب. نركضهم شويه مع بعضهم كيف ما تشوفوا ريتوا الخليط متاعي ما يتيحش. ولهنا 150 مليلتر حليب بحراره الغرفه كالعاده بشويه بشويه لين نكمل الكونتيتي الكل. وتوا باش نجي نبدا نزيد في الفرينه بشويه بشويه. لهنا حطيت باكو خميره حلويات. الفرينه كنت غربلتها وحضرتها. لهنا خديت 300 جرام فرينه. تو تشوفوا في الاخر راهو بريسك كمل لي معناها 300 جرام. وانتم ونوع الفرينه، فما فرينه تشرب وفرينه ما تشربش برشا. حاسيلو تتبعوا بشويه بشويه لين الخليط متاعكم يولي خاطر شويه وماهوش عاقد برشا وماهوش جاري. تبع بشوية نزيد الفرينة ونحرك الفوق ولوطة بالطريقة هذه. ولهنا الخليط متاعي سي بون حضر. شوفوا التكستير متاعو كيفاه. ردوا بالكم راهي كان تجيكم جارية برشا ما تطلعش بالباهي، وكان تجيكم خاطرة برشا زيادة تجيكم مكبدة من داخل. خذيت المول متاعي لهنا دهنته بشوية زبدة وحطيت شوية فرينة، ونجي نحط البريباراسيون متاعي الخليط متاعي اللي حضرته. حسيلو ريتو ديما القالب متاعكم تحطوا 3/4 تعبيوه وتخليو الربع الاخر فاضي باش تطلع لكم معنا تطلع بالباهي. هنا خرجت منها لهواية شوية وخديت شوية زبدة حطيتها في ساشي وباش نعمل خط في الوسط بالطريقة هذه. هذايا سر من الأسرار اللي باش بعد كتيب الكيك تبدأ أكل تتحل من داخل يجي فيها منظر ياسر مزيان. حطيت لهنا شوية شوكولاتة شوية لوز. وكنت لهنا سخنت الفور متاعي على 200 درجة. هذا زاد سر من الأسرار الأخرين. حسيلو تحطوا على 200 درجة وتدخلوا هو يسخن يعني يوصل ل 200 درجة، وانتم تدخلوا الكيك متاعكم للفور. تستنيوا حكاية دقيقتين 3 ومن بعد تطيحوا التمبيراتور لل 160 170 ماكس وتخليوها تطيب في ساعة غير ربع. كيف يكمل اللي يطيب تخلوه تحلوا عليه الفور تخلوه دريج من زمان ومن بعد تخرجوه. شوفوا لهنا الكيك متاعي راهو مازال سخون على الاخر، مازلت كيف خرجته من الفور.
حصيلوا شوفوا المنظر، شوفوا الكبر ما شاء الله، نودكم ولنشهيكم والله رسالة ناجحة 100%. جربوها وتفكروني بدعوة خير. لهنا باش نقص، حبيت نقص باش نوريكم راهي مازالت سخونة على الاخر. انتم ماذا بيكم خليوها تبرد كومبليتمون ومن بعد قصوها باش تجيكم مسوية وما تفتفتش. حسيلو ريتو كان جا عندي مسطرة راني صورت لكم معنى الطول متاعها الكيك راهي عالية ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نودكم ولا نشهيكم والله بالحق. وشوفوا الترونش هدية لهنا راهي مازالت سخونة بالباهي بالباهي، الطرية ما نحكي لكمش، خفيفة ريحتها بنينة بنينة على الاخر. ننصحكم باش تجربوها. وهذه كانت وصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله. بسلامة.